السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد حيث نغطي كل ما يخص كرة القدم والمباريات المهمة. اليوم نحن على موعد مع تقرير خاص عن أغلى 5 لاعبين في قائمة المنتخب السعودي قبل مواجهته المرتقبة ضد منتخب اليابان في الجولة الثالثة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك معنا ووضع إعجاب للفيديو. تترقب جماهير الأخضر هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث تقام هذه المباراة يوم الخميس المقبل على مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروفة بالجوهرة المشعة. دعونا نتعرف على اللاعبين الأكثر قيمة في المنتخب السعودي. قبل أن نبدأ في قائمة اللاعبين دعونا نتحدث قليلا عن وضع المنتخب السعودي. يدخل الأخضر المباراة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على الصين والتعادل مع أندونيسيا، وعلى الجانب الآخر يمتلك المنتخب الياباني 6 نقاط من انتصارين على الصين والبحرين، مما يجعل هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين. والآن سنستعرض لكم أغلى 5 لاعبين في قائمة المنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة ضد اليابان، وقيمهم السوقية حسب شبكة ترانسفير ماركت العالمية المختصة في تقييم اللاعبين. دعونا نبدأ. ففي المركز الأول نجد مهاجم الأهلي فراس البريكان الذي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في المنتخب السعودي، تبلغ قيمته السوقية 6 مليون يورو. فراس يعتبر من أبرز المواهب في الكرة السعودية، وقد أثبت نفسه في السنوات الأخيرة كأحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق. إن قدرته الهجومية ومهارته الفنية تجعله لاعبا محوريا في مباراة اليابان القادمة. أما في المرتبة الثانية فنجد الظهير الأيمن لفريق روما الإيطالي سعود عبد الحميد، قيمته السوقية وصلت إلى 4 ملايين يورو. سعود انتقل إلى روما قادما من الهلال في الميركاتو الصيفي المنقضي، وهذا الانتقال يعكس مدى الثقة التي يحظى بها اللاعب. تمتاز لعبته بالسرعة والدقة في التمريرات، مما يجعله عنصرا مهما في الدفاع والهجوم على حد سواء. المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية في المنتخب السعودي من نصيب فيصل الغامدي. فيصل الغامدي لاعب بارشكوت البلجيكي. فيصل انضم للفريق الصيف الماضي قادما من الاتحاد، وتبلغ قيمته السوقية 2.5 مليون يورو. ظهور فيصل في الدوري البلجيكي أعطى له الفرصة لإظهار موهبته على مستوى أعلى، وهو يساهم بشكل كبير في نجاح فريقه، مما يجعله عنصرا قويا في تشكيل الأخضر. وفي المركز الرابع يأتي عبد الرحمن غريب الجناح الهجومي لفريق النصر، وقيمته السوقية تبلغ 2.3 مليون يورو. عبد الحميد يعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه، ولديه قدرة على إحداث الفرق في المباراة. سرعته ومهارته في المراوغة تجعله تهديدا دائما للمدافعين، وهو ما يحتاجه المنتخب السعودي في المباراة القادمة أمام اليابان. وفي المرتبة الخامسة نجد نجم الهلال سالم الدوسري الذي تبلغ قيمته السوقية 2 مليون يورو، وبالتساوي مع سلطان الغنام ظهير أيمن النصر. يتميز سالم بمهاراته الفائقة وقدرته على تسجيل الأهداف، بينما سلطان يعتبر لاعبا مهما في الدفاع، ومع ذلك قرر مانشيني مدرب الأخضر عدم استدعاء سلطان بسبب الإصابة التي تعرض لها السبت الماضي، مما يؤثر على خيارات المنتخب السعودي. وتعتبر مباراة السعودية واليابان من أهم مباريات التصفيات، حيث يسعى الأخضر لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو كأس العالم 2026. الجماهير ستكون حاضرة بقوة في الجوهرة المشعة، مما يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة. بالنظر إلى التاريخ بين المنتخبين نجد أن المباريات دائما ما تكون متقاربة. اليابان تعتبر من أقوى الفرق في آسيا، لكن المنتخب السعودي يمتلك القدرة على المنافسة والتفوق. نتطلع دائما إلى أداء قوي من اللاعبين المذكورين، ونأمل أن يحقق الأخضر الفوز في هذه المباراة الهامة. وهكذا تعرفنا على أغلى 5 لاعبين في قائمة المنتخب السعودي قبل مواجهة اليابان. هؤلاء اللاعبون يمثلون مستقبل الكرة السعودية، ونتمنى لهم كل التوفيق في المباراة القادمة. وفي الأخير إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا للمزيد من المحتوى الرياضي. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في الفيديو القادم.